السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير والرضا والسرور، ومن جديد كل عام وانتم بخير، والله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أذكر لكم بعض الأخبار، ولكن أنا مضطر أني أكشف لكم أمر مهم جدا حتى وأن ضايق البعض. في لاعب برازيلي فاوض النصر اسمه ألان باتريك، لاعب مميز. اللاعب هذا وصلت مع المفاوضات إلى مراحل متقدمة ومميزة جدا. اللاعب كانت له شروط معينة، بعد الأخذ والعطاء اتفقوا على صيغة معينة للعقد وتم إرسال له عقد رسمي بهالشيء. كان مفترض موافقة ألان باتريك توصل إلى النصر من حوالي 3 أو 4 أيام كأقل تقدير. بعد إرسال نادي النصر للعقد النهائي المفروض يوقع لألان باتريك، اللاعب ووكيله ما ردوا على النصر أكثر من أسبوع. طيب إيش السبب؟ وش الموضوع؟ وش التفاصيل؟ الليلة إن شاء الله راح أذكرها لكم. في أمان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من جديد. نكمل الموضوع اللي تكلمنا فيه من 6 ساعات بشأن من أفسد صفقة البرازيلي ألان باتريك. طبعا ما يخفى على أحد أن برونو استطاع تكوين قاعدة جماهيرية جيدة له في مدرج نادي النصر، وبلا شك عطفا على أداء الموسم الماضي فهو يستحق ذلك. الجمهور يتعاطف مع اللاعب المميز داخل الملعب. للأسف، وأنا أقولها بكل أمانة، للأسف أن من يحارب الأمير فيصل بن تركي تجاوز حدوده كثير. لم يكتفي بخلق الشلالية في نادي النصر العام الماضي، لم يكتفي بعمل تحزبات بين اللاعبين مع بعضهم، لا زال يحارب النصر. هذا الشخص كثير من الجماهير تقدر اسمه، وأنا من الناس اللي يقدره بكل أمانة، ولكن هنا أقول لا. الشخص هذا لم يكتفي بتحريض برونو على طلب مبالغ مالية وأن الجمهور معك وبيضغطون على الإدارة ومن الكلام الفاضي هذا، بل طلب من برونو إفساد الصفقات التي تكون بين النصر واللاعبين البرازيليين على وجه التحديد. قلت لكم من شوي أن النصر قطع شوط كبير مع اللاعب البرازيلي ألان باتريك وعطى كل شروطه وأرسل له العقد. الإدارة النصراوية وبالمصادفة بحكم أنها جالسة الآن تدور لعيبة أجانب، حصل اتصال بينها وبين وكيل لاعبين معروف بالنسبة لها. الوكيل هذا يعرف اللاعب البرازيلي ألان باتريك ويعرف وكيل ألان باتريك، لكن إيش قال لهم؟ الوكيل هذا أكد لإدارة نادي النصر بأن وكيل ألان باتريك أخبره بأنهم كانوا متحمسين للذهاب لمنطقة الخليج، إلا أن كل شيء تغير بسبب اتصال حدث بين البرازيلي برونو وابن جلدته ألان باتريك. الوكيل الذي يعرف إدارة نادي النصر أكد لهم بأن التواصل حدث بين ألان باتريك وبرونو كان في البداية عن طريق تويتر. ليس هذا كل شيء. الوكيل فاجأهم بأن برونو حاول إفساد صفقة المدرب ريكاردو غوميز قبل أن تتم. من يقف خلف برونو شخص تعرفونه كويس، وهو يريد خلق فجوة كبيرة بين الجمهور النصراوي وإدارة الأمير فيصل بن تركي، وهو نفس الشخص اللي كان خلف كل المشاكل اللي حصلت العام الماضي كلها، هو نفسه. هذا الشخص أبي أقول له حاجة مهمة جدا، وأتمنى أنه يفهم كلامي بأنها نصيحة مو بتهديد. بينك وبين فيصل بن تركي مشكلة، بعيد عن نادي النصر كيفكم مع بعض، داخل نادي النصر وقف عند حدك. وعلى فكرة ترى النصر ما هو متوقف لا على ألان باتريك ولا على حتى رينالدو اللي جالسين تحاولون تفسدون صفقته، لكن الشيء اللي يزيد عن حده ينقلب ضده، وأنت تجاوزت حدودك كثير. أنا متأكد أن أغلب اللي يشوفون السناب عرفوا أني أقصدك أنت، وأنت تعرف أني أقصدك. وإذا أنا تجاوزت ملفك المليء بالمشاكل العام الماضي، واللي للأسف الناس يعتقدون بأنك ملاك طاهر، فهو لمصلحة النصر ما هو بشيء ثاني.
وعلى فكرة حتى ما يوديكم خيالكم إلى بعيد، أنا ما أقصد لاعب نصراوي سبق وأن عمل إداري في نادي النصر، لا لا لا، ما هو به. حكاية أنكم تبدأون الحرب على فيصل بن تركي تحديدا والضحية يكون نادي النصر، هذا أمر مرفوض. وأنت يلي أنا أقصدك راح خلي برونو يغرد وينفي الكلام اللي أنا قاعد أقوله، وأنا أعرف كيف أتصرف. شخصيا لن أسمح لكم وفق إمكانياتي بمحاربة النصر. أنا باقي مع عقدي في الرياض حوالي 3 شهور ونص 4 شهور، في هالمدة هذه حيكون بيني وبينكم كلام كثير. اوكي انا صحيح اعتزلت الظهور الفضائي والاعلام الرياضي، لكن عندي حسابي في التويتر وعندي حسابي في السناب شات، هذول بحد ذاتهم كفيلة بانها تكشفكم. لقطة ختام: المحب النصراوي الحقيقي سيقف مع فيصل بن تركي طالما أنا جالس يحاول يعمر النصر من جديد. حتى في الصيف بنسجل ونسجل ونسجل.